علاش سوفا سكور عطات الحكيمية غير 5.9 على 10 في ماتش بي اس جي ضد البايرن في نصف نهائي تشامبيونز ليغ؟ ما غاديش نهضروا على النتيجة ديال الماتش، نتوما عارفينها، غادي نهضروا على داك الشيء اللي الارقام الرسمية ما كتقولوش. حكيمي لعب 90 دقيقة تقريبا، عطى اسيست حاسم وكان حاضر بزاف في الهجوم وفي الدفاع. شنو كتقول الارقام؟ بالنسبة للاسيست في الدقيقة 56 دقة التمرير ديالو كتساوي 88%، والاكس ا ديالها طالع بزاف، وكتعرفوا ان الاكس ا كيقيس خطوره الباس والاحتمال انه يؤدي الهدف. حكيمي ماشي غير عطى اسيست، ولكن الباس ديالو كان خطير بزاف. علاش؟ حيت حكيمي ما دارش غير سونتر عشوائي، دار كات باك باسون غوتري راس الطير، والكات باك هو اخطر نوع ديال الباسات في الكره الحديثه. من بعد دقيقه 60 الماتش تبدل، زاير امري خرج، بايرن بدا كيهجم من الجهه ديال حكيمي اللي ولا كيدافع اكثر، وفي الرجوع للدفاع ترانزيسيون ديفونسيف ما كانش ديما سريع وخلى شويه الفراغ موراه. هنا البايرن غادي ماركي 2 مرات في 4 دقائق. الدقيقه 88 حكيمي حس بألم عضلي ولكن ما خرجش، المدرب خلاه لقدام. علاش؟ باش يشد 2 ديال المدافعين ديال البايرن، حتى وهو مصاب بقى مفيد تكتيكيا. التشخيص في الغد ليه تمزق في العضله الخلفيه. سوفا سكور عطاتو غير 5.9 على 10. هذه نقطة ديال اللاعب محدود في ماتش عادي جدا، في الوقت اللي هو شارك في الهدف الرابع بشكل مباشر، شد الجهة اليمنية كاملة تحت ضغط خيالي وسال الماتش مصاب. إذن يا إما الأرقام غالطة يا إما حنا ما كنشوفوش مزيان. في الحقيقة سوفا سكور كتحسب داك الشيء اللي باين، واللي كيتحسب هو الأهداف، الأسيستات، التسديدات، الثنائيات المربوحة. سوفا سكور كتنقط اللي كيكمل اللقطة، ماشي اللي كيخليها تصبح ممكنة. حكيمي كيتحرك بلا كرة، موفمون اور بالون، كيخلق المساحات لصحابو، كيقرا اللعبه قبل ما توقع، ليكتور دو جو، كينسق مع ديمبيلي، واحد كيدخل واحد كيبقى في الخط، كيقد المكانو باستمرار، يعني القرار ديالو كيجيو قبل الضغط. نشوفوا رقم 1 فقط، كورس بروغريسيف. الكورس بروغريسيف هي عدد المرات في 90 دقيقه اللي كيتحرك فيها اللاعب بالكره في رجليه القدام في نصف ميدان الخصم بواحد المسافه اللي ما كتقلش على 10 متر، ولا كيدخل بها لمنطقه الجزاء، يعني التحركات اللي كتجر المدافعين وكتخلق المساحات وكتصنع الفرص. الكورس بروغريسيف ديال حكيمي هي 8.8، والمعدل في الشامبيونز ليغ هو 5. حكيمي عنده تقريبا الدوبل على طول الموسم، هكاك وسوفا سكور عطاتو غير 5.9 على 10. كاينين 2 طرق باش نتفرجوا في ماتش، الاولى كنشوفوا شكون ماركا، شكون ضيع، شكون عنده احسن نقطه. الثانيه كنشوفوا حتى شكون اللي وجد الظروف، شكون خدا القرارات الصعيبه قبل ما يوقع كل شيء. حكيمي عنده 5.9 في النتائج، ولكنه عالمي في الاسباب. التقييم النهائي الى بغينا نعطيوه نقطه هي 7.5 على 10. والكلمه الاخيره للجمهور المغربي، واش النقطه منطقيه ولا لا؟ كتبوا لي في الكومنتير، وإلا بغيتوا تحليل لاعب اخر قولوها لي.